انا جوزي عمل معايا موقف هفضل فاكراه لحد اخر يوم في عمري. امبارح الصبح لقيته بيقول لي بعد اذنك يا ماري ممكن تيجي معايا نروح نشتري طلبات العيد ولوازم البيت علشان ما بعرفش اشتري لوحدي. فانا قلت له عادي مفيش مشكله. المهم غيرنا هدومنا وطلعنا على السوبر ماركت، والغريبه ان اي حاجه نشتريها الاقيه بيجيب منها كتير قوي وبيقسمها على مرتين. فانا بصراحه كنت مستغرب ومش عارفه هو بيعمل كده ليه، بس ما حبيتش اساله لحد هو ما يخلص. وبعدها رحنا على الجزاره واشترى 10 فرخات، وبعدها جاب 20 كيلو لحم. فانا قلت له هو في ايه؟ على فكره بقى المحلات مش هتقفل. فرد وقال لي عادي انا بحب اشتري الحاجات بزياده. فرديت وقلت له بس ده خير كتير قوي، مين هياكل كل ده؟ فقال لي بسيطه سيبيها انت بس على الله. المهم خلصنا وحطينا الحاجه في العربيه ومشينا، وحرفيا اتصدمت لما لقيته واخدني على بيت اهلي ونزل معايا نص الحاجه اللي احنا اشتريناها. فانا قلت له هو انت بتعمل ايه؟ فرد وقال لي دي طلبات دخليها لاهلك واطلبوا منهم انهم يدعوا لنا ان ربنا يرزقنا بالذريه الصالحه، ويلا تعالى انا مستنيك بره. ساعتها مش قادر اقول لكم قد ايه الفرحه لمست قلبي من اللي هو قاله لي، خصوصا كمان ان اهلي واخواتي البنات حالهم على قدهم يعني، وربنا وحده هو اللي عالم بيه. فانا نزلت الحاجه والدموع كانت في عينيا من كتر الفرح. واول لما ماما فتحت الباب قالت لي ايه الخير ده كله؟ قلت لها ده من خيرك يا ماما، والله العظيم انا شفت فرحه من ابويا وامي واخواتي حرفيا ما تتوصفش من الحاجه اللي جوزي اشتراها. المهم ان سلمت عليهم ونزلت لجوزي عشان نروح، بعدها قعدت اشكره على الحاجات اللي هو جابها، وكمان قعدت اعتذر له على المشاكل الكتير اللي كنت بعملها معاه من غير سبب، ورغم كده هو كان مهتم بيا وباهلي. وفي الاخر احب اقول لكم ان انا بحكي لكم القصه دي علشان ليا عندكم طلب، وهو اني نفسي انكم تدعوا له ان ربنا يطعمه من الجنه زي ما اطعم اهلي في الايام المفترجه اللي احنا فيها دي.